لقاء الحقيقه اللي متوقعين فيه نستمتع ونتمتع بمباراه مفتوحه، كون النادي الاهلي يسعى في هذا المساء ل3 نقاط هم من وجهه نظري هيدخلوه بشكل كبير جدا للمنافسه مع نادي الاسماعيلي ونادي الزمالك اللي ابتعدوا لهم امس تعادل. طبعا من وجهه نظري هو يعني في ناس قالت لك مكسب للزمالك ومكسب الاسماعيلي، وناس اخرين قالت لك دي خساره بالنسبه للفريقين. لقطه جميله جدا ما بين احمد عادل النجم الكبير واللاعب السابق مع النادي الاهلي ولاعب نادي الاتحاد وابن اسكندريه البار، اللي النهارده لحد بدايه هذا الماتش الاتحاد متفوق على النادي المصري في موقعه كبيره جدا بالنسبه للناديين الكبيرين يملكوا من الشعبيه ويملكوا من الحب والاحترام الكثير والكثير. اذا بهذه الافتتاحيه والصوره الجميله في قاهره المعز وفي استاد القاهره الملعب التاريخي اللي ممكن الشريط يرجع ذكريات 2006 ويرجع بطولات كبيره جدا عاشتها الكره المصريه. نامل ونتمنى النهارده ان الاهلي والجونه يقدموا ماتش كبير يليق باسم النادي.